ذكر وموعظة ونور. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آية أيها الأحبة وآية الله بقولي لحيا فرتنا سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى وحي نوغا قصونا يا ريب بني إسرائيل إنك ندرس بينوت أيها الأحبة قصص كاس وحلالي وحي هرمريا وناقي قاعدين مركي طريق إله جل جلاله كنت أغيهين إنك نوحوي درس بينوت هرمريا خير بينكو قاعدين مركي كفو قاعدان طريق إله جل جلاله يا طريق أنبياء إلهي وصوتري ومعاسي الدنبي الشركة إدحت باشان هزيمة يدل بين تحت بالنا إنك ندرس بينوت أيها الأحبة. وأنا سنة إلهية ويان. ألم ترى النبي محمد ومكسوق على خبر إلى الملأ من بني إسرائيل مدحض ريب بني إسرائيل من بعد موسى بعد عيسى إذ قالوا للنبي لهم مركي كوي دهدين النبي يدودي مد كمدة نبي قودي مركي كوي دهدين ابعث لنا نوصو بحي ملكا نقاتل في سبيل الله بقر نوصو بحي بقر كاسو نقود دقال قليا إلهي سبحانه وتعالى جد كيسة أنكو دقالن قال وحو كويري النبي هل عسيتم اللقيابا إن كتب عليكم القتال هذه ليدن كو واجبية دقال ما دعي كريسا ألا تقاتلوا إنيدا دقالمين سببتو من طبعهم وحا كميدة أبسبها كميدة فلنمو ولهذا من دعي كريسا بويدي هذه بقر لدين سو صاروا ودقال ليدن كفر ديالو إنيدا دقالمين وتكلا يعدان قالوا وحي دهدين وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله محال عيونا ندقالمين نبي دهدين ودقالمين ناوي سببتو وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وحنا لغا سو ساري بيدهدين قريها نجي دول كان نجي مقدسات كان نجي أرورتا نجي مانا لغا هيستا مركا سبابتا كنت دقالمي لهن واجرته فلما كتب عليهم القتال مركي لغو فرض يا أيها الأحبة دقال كي طلبادين تولوا إلا قليلا منهم إن يرمويان إنتو دكلوا عررين تبدأ جيدين أيها الأحبة والله عليم بالظالمين إلهي جل جلاله ظالمين تووقيا ولهذا أيها الأحبة وحين كقاضان إن يضع ومدي وحوي هدي طريق إلهي كتاقنات إلهي بقولين يا جل جلاله لكن هذه طريق إلهي كواعته وحويان دلي يمال درم باودن بينيس ولهذا وحوي يتولوا وجهستين وعررين مركي دقالك إلهي جل جلاله كفر دياله مدك يا أيها الأحبة مخالفات كودا وحا كمده نبي مركي كوي دهدين يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلهي جل جلاله وحوي وحا الله صدر طالوت بالله صاري طالوت كي الله صاري باعتراض ككينين الديدين وهو حيدهدن أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتسعة من المال سيدي يقو أرزاق دي إلهي قيبية يا حد إلهي ودور تجل جلاله إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا إلهي أي وحوي ويدين عندنا شلي وحي بالله بيقالين ووحي وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا مركي دقالك لغو فرضي علينا تولوا إلا قليلا منهم ما أنتنا النبي قايد البدين يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يرهدين مركي الله يوسف صار جل جلاله حدنا ويدين ودو جيدا وأن يكون له الملك بليين سيداي السورة قليسا إنه بقر نون نقضه
أنا قابا وحق بطني يدو وحويان حولنا لسينين إلهي بأوشك جل جلاله سقا دورتي له سقانا وحو سي أسبابتي قوش لقو قاري لها أسبابتي ومدى لقوه قامل لها وزاده بسطة في العلم والجسم أقوم بإلهي سيي إلهي وودي كرتيبو سيي دقالك وكوكا لوكوه قامي أمد سببت أيها الأحبة عدي دوني سمانت ومدى إني قيادة ونقطه أما صفات القائد بالإله دايه وإن يقون ولادهي وي ماملك أمدة هقامين تيدا وإن كرتي ولادهي وي جيس وإن تهوي وقرار قادن كريسويا وإن أمانة لادهي قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وحن كلو يدنا كقادن إن أيها الأحبة أمدك السودونيسة إن يقول قادو أما إلهي عزي كرامية شرفه سيو لابد من الاختبار وليس امتحان يا أيها الأحبة ولهذا إلهي جل جلاله وطويلي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين سورة قلما أيها الأحبة إن تقول قادو إن العزية الشرف يا كرامة إلهي يكتس جل جلاله وكهل وليس امتحان يا أيها الأحبة مدك لله جل جلاله وحسيي وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة أسبابتي أيها الأحبة بغرك سلاح جل جلاله وكنت أرطولا ولو عدي ومع ذلك أيها الأحبة ويديدين إذن هل كوحين كقادنينا كرامة عزة عد إلهي وسيني جل جلاله عدو كلا تشنا إلا ماركو إلهي بعدو دون ملك الدقاي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ولهذا أيها الأحبة وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قولنا في بني إسرائيل القرآن الكريم كاه إن بدن بإلهي جل جلاله إنه قصوا قسيجيو مرنا وحي هاين أدبو إلهي نقو أماني إلهي نبرواقو هي فتح من الله ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين مهلا بدن باتكوار كيسا إلهي سقو درجة جل جلاله إلى شعب الله المختار أي لبحين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر إلى آخر الآيات إذن أيها الأحبة ومع ذلك أساسي مركي كفوا عليه إلهي وامير في سجل جلاله ملح باودا بيسي أيها الأحبة قرآن الكريم كعبتض إلهي نبوشي وإتادان ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ولهذا أيها الأحبة شرفت يا كرامة يا عزة إلى حقي سينقر راسده أي واجبة إذا الله لي عدي شرفت يا كرامه أود إلى ذهي هي وحويه كرامة يا إلى ذهي مودة خسارة كدن بيسا إنك قارونها ماشي كدن بي إنما أوتيته على علم عندي محاودا بيسا أيها الأحبة فخسفنا به وبداره الأرض إلهي بلغوا جل جلاله سقي حوله سيدلكيس سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام والله اختبار بإلهي كريه جل جلاله ومع هذا أساسي أيها الأحبة قال هذا من فضل ربي بويني لا يبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وحلا نقدوني قصص كقرآن ككبوحة ولما قصة ريب بني إسرائيل تسليا ما أيها الأحبة توعية ينوتها للمسلمين هدانها كأنما الله جل جلاله وحين إليه وهالكاسي كتشبانه ماشي كتشبان كفوق هذا هالكاسنا وحوية ويكوكو ليستين هالكا يكوكو ليستين نقاط ولهذا أيها الأحبة ومدينا يا الشعب كينا يا الدولة دينا يا معمولة نوردان وحلا نقدوني إلهي جل جلاله إن نسد ابنه سي إلهي سبحانه وتعالى تبتا توصنين وافجيه والله العظيم إننا كرامة يا عيسى إننا كرشادين كلما الله يسوق إماضي ووحوي إلهي أن تلسارني إلهي أن تلسارني ويسقاني نسد ابنه إلهي أن الله من الدمانتين من جو يا مدح أيها الأحبة
saasaynu ku liibaanayna tawfiiqdan ilaahay jalla jalaaluhu hayna waafajiyo baladkeenna dalkeenna dowladeenna ummadeenna shacabkeenna ilaahay noo ilaaliyo balaye baas iyo mu'aamaraadka iyo shirqoolada caalamiga Allah inooga dhaxdeennana wanaag badan iyo khayr badan Allah dhigo qulubteennana xaq iyo wanaaga Allah ku miday ilaahay waxaanu wadiisanaynaa amni iyo amaan iyo istiqraar bayna wadiisanayna barakallahu fiikum hada wallahu a'lam صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياة